نسأل الله أنه يديكم الصبر والسلوان. احنا مؤمنين انه الامر قضاء وقدر، وان الله سبحانه وتعالى قاس منا. احنا هذا البيت الان اللي تشوفه والناس اللي تعرف هذا انسد بالكامل ان شاء الله. لانهم العائله بالكامل، هي الام والمهندس اللي هو ابنها وزوجته واطفال اثنين، العائله بالكامل تحت هذا. لو الخلل واضح ما حد ينكر، وهذا الحادث وحجم التضحية اللي حصلت تستوجب إجراءات رادعة بمستوى الحادث. بالتأكيد واجب الدولة ومؤسساتها أن تبذل العناية من أجل سلامة وأرواح المواطنين. أما الإهمال هذا أنا اليوم ذكرته في مجلس الوزراء، أعتبره شكل من أشكال القتل المتعمد والفساد. حادث كبير مؤلم، لكن هذا قدر ولا رد له. فنسأل الله أن يعطيكم الصبر والسلوان وكل الأخوة موجودين. والنعم إن شاء الله نحاول نتخذ الإجراءات اللي تخفف المعاناة.